وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن لله جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي بذكر الله ولذة الطاعة، فإذا دخل العبد في جنة الدنيا وهي ذكر الله ولذة الطاعة والأنس بالله دخل جنة الآخرة، وإذا لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. فأهل الطاعة يجدون في لذة الطاعة ما يغنيهم عن الدنيا كلها، يتلذذون بقيام الليل ويتلذذون بالصيام، يتلذذون بتلاوة القرآن، ويتلذذون بفعل الخيرات، خلاف أهل المعاصي فإنهم في هم وغم وانقباض ولا يتلذذون بشيء، ولو كان عندهم شهواتهم وعندهم متطلباتهم، لكن الأمر في القلب، ما هو الأمر في القلب هو الذي يكون متلذذا أو يكون منقبضا. نعم.